عملت لعبه سابوي سيرفرز بس في مصر، ودي كانت اول محاوله ليا اني اعمل لعبه. خلصتها في شهرين، نشرتها على البلاي ستور وعملت فيديو بشرح فيه ازاي عملتها، وكنت فخور قوي بنفسي. بس كنت حاسس ان اللعبه لسه قدامها كتير، بس قلت قشطه اكيد محدش هيلعبها صح. اللي فاجئني انه في كتير قوي نزلوا اللعبه، وجالي كومنتات كتير قوي تفرح، وفي نفس الوقت كومنتات كتير عن مشاكل اللعبه بتعلق، مهنجه، مش شغاله، فاضيه. يعني عامل فيديو 15 دقيقه بتشرح فيه المجال وفي الاخر ده شغلك؟ اللعبه خرا يعني عليك يا ابني. تعذبت معايا والله. شكرا لكم كلكم بجد. بس تمام فهمت يا ذا ايجيبشن 999. لعبه بشعه، لازم اعيد احياء اللعبه. قبل ما نبتدي، انزل يا متدلع. انا كشري كود، بعمل العاب وبتكلم عن الالعاب والتك عموما، فاعمل سبسكرايب وخش على الديسكورد شانل لو عايز تشوف كل جديد. بدات اني جمعت كل الكومنتات وحطيتهم في الزباله، قصدي ميرو بورد. قسمتهم حسب مشاكل الجميع وطلعت منهم تاسكات، رتبتهم حسب الاهميه، الوقت اللي هياخدني علشان اصلح او اخلص التاسك. اللعبه بتعلق، اهم واسهل مشكله حليتها باني اقفل الشادوز وخليت اللعبه تحفظ الاضاءه في حاجه اسمها اللايت مابس، وشلت الانوار اللي في اللعبه، واللعبه اتحسنت فشخ، بقت اسرع بكتير. اللعبه فاضيه. هنا بصيت على لعبه سابوي سيرفرز وقعدت احلل ازاي بيخلوا اللعبه ممتعه. لقيت انه من امتع الحاجات اللي في اللعبه الباور ابس والحاجات اللي بتجمعها، فجات لي فكره اني اعمل كلمات عربي تجمعها وبتتجدد كل يوم، وباور ابس بتساعدك لما تجمعها وتبقى فيها الروح المصريه كده. طبعا كده في كتابه كود كتير، بس لو نظمتها وعملت خطه صح الدنيا هتبقى اسهل ليا بكتير بعدين، واقدر اضيف حاجات براحتي زي ما انا عايز. فعملت الاركتكتشر ديزاين ده وبدات الكودينج، وده معادنا مع هو الكودينج مونتاج اللي لا يمثل الواقع بصله. قلت ابتدي بالكلمات اللي هتجمعها. عملت 3D موديل لكل الحروف الابجديه، واكتشفت اني نسيت الحروف الابجديه، فعملت لها كوبي من النت، نسختها في تكست في بلندر، حولتها ل 3D موديل، اديتهم لون، وحطيت كل حرف في بري فاب لوحده عشان نعرف ننادي عليه حسب الكلمه. وعملت نوتيفيكيشن لما تجمع حرف، واول ما تجمع كلمه كامله بتكسب فلوس. وعملت لسته من الكلمات اللي هتجمعها، ودي الكلمات اللي قررت اضيفها. مش هوريكم كل الكلمات، بس عايزكم تنزلوا اللعبه وتجمعوا 5 كلمات وتنزلوا في الكومنتات وتكتبوا ال5 كلمات المختلفه اللي جمعتوها، واختار واحد من اللي جمعوا كلمات هديله مكافاه، هعزمه على طبق كشري حتى لو كان ذا ايجيبشن 999. جمعت لسته كبيره من الافكار للباور ابس، ورسيت في الاخر على دول. عصير قصب ده لما بتاخده بيجيلك شوجر رش وبتجري بسرعه. بدات باني عملت تصميم مبدئي بانه يبقى فيه كيس عصير قصب وشاليمو طالع منه، ومثلا عود قصب طالع وراه. فنزلت القصبايه دي والكيس ده والشاليمو ده وحطيتهم في بلندر، وقصيت القصبايه وربطت الكيس وحطيت جواه الشاليمو، ومليت الكيس جواه بعصير اصفر، وجبت لونه من النت شكله زي بول. ايوه ده بول. بس قشطه. حطيت الصوره في شات جي بي تي علشان اطلع ايكون منها، لما تشرب عصير قصب يظهر لك الصوره هتفضل معاك لوقت قد ايه. وحطيت بارتيكل افكت والباور اب شغاله بتجري بسرعه وتطلع نار وراك جامد. دي البدايه، دي لسه احنا بنسخن. حد يقول لهم ان احنا لسه بنسخن، قول لهم ان احنا بنسخن. طبق كشري كماله لما بتاخده بيخليك تجمع الكوينز في 2 علشان كماله يعني 2. مش مهم. دورت على النت على 3D موديل للكشري ما لقيتش، فكده قدامي حل من الاتنين، يا اما اعمله بنفسي يا اما اعمله بالاي اي. فدورت على صوره طبق كشري واضحه ولقيت طبق الكشري ده. دخلت على الموقع الصيني ده، رفعت الصوره، تختار عدد المثلثات وتدوس هنا وتستنى شويه. صدقني انا ما بقراش صيني، بس هو بيقول لك استنى شويه، واضحه جدا يعني. مش محتاجه حاجه يعني. بعد ما يطلع لك الشكل تدوس هنا علشان تلونه، وبس كده بقى عندنا طبق كشري 3D في اقل من 5 دقايق. حطيتها في اللعبه، حطيت لها سكريبت، وغيرت صوت التجميع لما الباور اب تبقى شغاله. قدرة فول بتخليك متنح، واول ما تخبط في حاجه بتتدمر وبتكمل جري عادي بعدها. دي سهله. جبت عربيه الفول، فصلت القدره منها، حطيتها في اللعبه، كتبت سكريبت ده بحيث انك اول ما تاكل الفول وتخبط في حاجه الحاجه دي تتدمر. تمام، بس انا عايز كده يبقى فيه انفجار لما ده يحصل. تمام، بسيطه. نعمل بارتيكل افكت انفجار، وتمام حلو قوي كده. كله اكل كده؟ لا طبعا. حطيت قطه بلدي بتلاقيها في الشارع، لما تجمعها بتجري جنبك وتخليك تجمع كوينات، تعتبرها زي المغناطيس. سالتني ليه قطه تبقى مغناطيس؟ اقول لك معرفش، بس شكلها كيوت قوي وجامد قوي. وعملت انبوبه غاز بتنفجر في وشك وتطير لفوق زي جامب باد كده. سهله صح؟ 3 weeks later.
انا عدلت كل تحكمات اللعبه عشان تظبط. دي كانت اصعب حاجه علشان كان لازم اظبط كل الفاليوز وتبقى ملهاش علاقه بسرعه اللعبه. شلت مطلع الكوبري الممل وخليته ما بيطلعش غير بانبوبه الغاز، وعملت جزء جديد ما بتعدهوش غير بانبوبه الغاز، وفكرتها انك بتطلع فوق المباني ولازم تفرقع كل الانابيب. ودي كانت النتيجه جامده فشخ، تحفه بجد، ممتعه جدا كمان. انت فين دلوقتي يا ذا ايجيبشن 999؟ لا بجد لازم تجربوها، تحفه. بس ساعات عند النزول بتخترق الحاجه اللي بتنزل فيها. ليه بقى؟ الموضوع مش ثابت كمان، ساعات بتظبط ساعات لا. ان شاء الله بسيطه والاقي الحل على طول. 4 to 6 weeks later. ازيك؟ عامل ايه؟ انا محبوس بقالي ايام عشان احل الموضوع ده. الموضوع طلع اكشلي لطيف خالص. في حاجه في الالعاب اسمها التانلينج، ودي هي لما الكولايدر بتاع الاوبجكت ملحقش يلقط او يسجل انه في حاجه لمسته، فبيبقى كانه مش موجود. مش فاهم؟ تخيلوا ان عندك لاعب اسمه حماده. حماده ده ريجيد بادي، يعني جسم صلب ومحترم كده في نفسه. حماده كان بيجري باسرع سرعه وداخل على الحيطه، والحيطه دي فيها كولايدر اللي شغلته حاجه واحده بس، ان يقول لاي حد في حد لمسني يبقى اخش عياط وقف. ولا اخش عياط لك نصين ماشي. صحيح تمام لحد كده تمام. اللعبه بقى زي الافلام بالظبط، ما هي الا شويه صور اسمها فريمز وبتتعرض ورا بعض بسرعه فتعمل لك فيديو او لعبه. وفي كل فريم الكولايدر اللي في الحيطه بيقول ثانيه واحده، في حد خبط فيا ولا الدنيا تمام؟ لحد هنا كل حاجه ماشيه تمام، لحد ما حماده ابن قرر يجري بسرعه فشخ ويقطع 4 فريمات في الثانيه. هنا بقى تحصل المصيبه العلميه. الفيزياء في يونيتي بتشوف كل حاجه فريم باي فريم، يعني بتسجل مكان حماده في كل لقطه من اللقطات دي. تعال نبص على ايه اللي حصل. حماده كان بيجري في اتجاه الحيطه. في اول فريم حماده كان عند x ايكوال 0، الحيطه كانت واقفه بكل ثقه عند x ايكوال 5. في الفريم اللي بعده حماده بقى عند x ايكوال 4، في الفريم اللي بعده طار ل x ايكوال 8. المنطق يقول ان حماده هيخبط في الحيطه، لكن يونيتي قال انا ما عنديش فريم عند x ايكوال 5، يبقى حماده لسه ما وصلش عندي اصلا، يعني انا كده في السليم. اتفضل يا حماده كمل طريقك يا حبيبي عادي. والنتيجه حماده يلاقي نفسه جوه الحيطه وطلع من الناحيه الثانيه. وده بالظبط اللي اسمه التانلينج. الجسم بيتحرك بسرعه كبيره فبيعدي من خلال الاجسام الصلبه لان الفيزياء ما لحقتوش. وده بيحصل في كل الالعاب تقريبا، مش حاجه عيب يعني. والسبيد رانرز بيستخدموه علشان يخلصوا الالعاب بسرعه ويعدوا من اماكن المفروض ما يوصلهاش. ولو مش عارف ايه هم السبيد رانرز، فدول اكسبيرينسد جيمرز كل شغلتهم في الحياه يلاقوا ثغرات في الالعاب اللي تخليهم يقفلوا اللعبه في وقت قياسي. ده عالم كامل وليه مسابقات ورانكينجز وقصه كبيره قوي. نرجع تاني للموضوع. الحل بسيط جدا، هو انك تحط حد للفاليوز بتاع السرعه بحيث ان السرعه عمرها ما توصل ل4 فريمات مثلا، او انك تخلي الريجيد بادي يعمل حاجه اسمها continuous collision detection، يعني بيتحرك كل جزء من الثانيه لو خبط في حاجه ولا لا. بس ده حل مكلف حبتين على البروسيسور. اخترت في الاخر اني احط حد لسرعه اللاعب لما ينزلوا وبس كده صلحتها. الشارع برضو لسه ميت حبتين. في مصر دايما عندنا سبب للاحتفال، قول لهم ان الفرعون العاشق جاهز للاحتفال. فعملت كهارب دي والزينه دي وحطيتها في الشارع. وعارفين الغوريلا اللي بتبقى بترقص في الشارع دي، قلت احطها برضه. دورت على 3D موديل ما لقيتش، فنزلت الصوره دي ودخلت على الموقع الصيني وحطيت الصوره فيه وعملت جنريت للشخصيه ورفعتها المره دي على ميكسيمو علشان احط لها عظم واخليها ترقص. ما لقيتش غير الرقصه دي في الاخر فنزلتها وحطيتها في يونيتي. وحطيت البلالين دي كمان كنوع من مظاهر الاحتفال. وبس كده بقى عندنا لعبه عايشه تاني. كل ده علشان ذا ايجيبشن 999 يبقى فرحان. تقدر تنزل الابديت دلوقتي من على البلاي ستور. ولو عندك فكره تانية عايز تشوفها في اللعبه قولوا لي في الكومنتات. عمال الفيديوهات دي بياخد وقت ومجهود طويل، بس دعمكم هو اللي بيخليني استمر. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه وشغل الجرس علشان يوصل لك كل جديد، وخش على الديسكورد شانل علشان نعمل كوميونتي لينا وندعم بعض. شكرا ليكم بجد. شكرا ليك انك وصلت لاخر الفيديو. كان معكم كشري كود. استنوني في الفيديوهات الجايه. سلام.